إذا فطرت صايم بتمرة يعطيك ربي هالأجر اللي ذكرناه الكل. ما لو كانت كفلت عائلة أرملة وثلاث أيتام قلت لهم اسمع السنة رمضان علي أنا يعني كل 10 أيام نجيب لكم قضيتكم كاملة. بخن الله الله، أي فضل يا أخوتي. تسابقوا بالله عليكم، لا تحرموا أنفسكم هذا الفضل ولو بالشيء اليسير. المهم ساهم، المهم كن إيجابي، المهم أبذل. وفيما روي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا، هذه من أبرز صفات الجود النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر، جود بغير منقطع النظير، يعني لا يترك لنفسه شيئا. ابذلوا ما بوسعكم يا إخوة الإيمان لإفطار الصائمين وخصوصا المحرومين. ساهموا في موائد الإفطار، عضدوا جهود الجمعيات الخيرية عندنا والحمد لله في منطقتنا. عضدوا اللي ما عندوش وقت واللي ما يعرفش الفقراء واللي ما يعرفش الناس، عندنا الجمعيات الخيرية